إخواني في الله عز وجل من أجلها، على أن بعض الناس ربما يقولون على أن أخرجنا من ذلك المكان راغبين. هذا كلام لا يعقل. ما أحد عاقل يقول مثل هذا الكلام. دار لها 40 سنة تعلم الكتاب والسنة، تركنا ديارنا من أجلها، وتركنا أيضا أموالنا من أجلها، وتركنا أيضا ملذات الدنيا من أجلها، من أجل العلم والتعليم رجالا ونساء. ثم بعد هذا كله نقاتل من أجلها فقط، ولسنا من شأننا أي حروب. ما هو من شأننا الحروب ولا الفتن، إنما لما بغي علينا أردنا لهذا الخير الدفع عن أنفسنا. وما يعتدي عليكم اعتدوا مثل ما اعتدوا، اتقوا الله على إن الله مع المتقين. من هذا الباب فقط. نعم. ومع هذا كله نجد منهم هؤلاء البغاة، نجد منهم من يقول خرجوا من أنفسهم راغبين. ايش هذا الكلام؟ خرجوا راغبين، خرجوا مهجرين مقصورين مرغمين. أنا نفسي جاءني من جاءني وقال في كلامه يعني قلنا ما السبب في هذا الحرب، ما تفسيره، ما بيانه، من أجل ماذا؟ قالوا يريدون خروجكم. هكذا هذا يعرفه كل إنسان، هذا يعرفه كل واحد أنهم من أجل هذا، على مبدأ وما الأرض إلا لنا وحدنا، ولكنهم غالطون بها. نعم يريدون خروجكم. قلنا لماذا ما يصرحون؟ يقول نريد خروجكم، اخرجوا من هذه البلاد، خلوها تصفو لنا، ما نريد أن يبقى فيها غير المذهب الذي نحن عليه، مذهب الرافضي، ما نريد أن يبقى غير ذلك. قال ما يريدون ذلك أن يصرحوا به، ما أدري لمعاني ما هي المعاني، لكن يقول إما أن يخرجوا أو يقتلوا فسنضربهم حتى يضطروا إلى أن يقولوا أخرجونا. هذا هو. نعم. فصرنا بين أمرين، إما أن نقول أخرجونا والحمد لله. قلت لهم في نهاية المطاف إذا كان هذا هو المؤدى وهذا هو المطلب بدون داعي ولا مجيب، هاتوا لي تراب ونوقع عليه. تراب كانت كل ما جاءوا ورقة قلنا توقع، يعني وقع بس وقع، وهكذا نوقع عليها حتى فرج الله عز وجل، والتقينا مع إخوتنا ويعني ماذا وتزاورنا ولله الحمد والمنة، وجمع الله أهل السنة وجمع الله يعني إخواننا على ما دل عليه ذاك البيت الشعري قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا. أتواصل مع إخواني بما تقدم وبذكر الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله سبحانه وتعالى، ولنا إن شاء الله